Industrial Project Sheet Metal. المحاضرة دي مهمة جدا لأي حد شغال في مصنع شيت ميتال وهيبدأ ان هو يستلم بروجكت جديد من العميل. البروجكت عشان اقدر اسلمه على اكمل وجه لازم يبقى فيه خطوات في بداية المشروع، لو ما خدتش بيها فعلا المشروع ده هيبقى فيه هاسل كتير قوي، هيبقى فيه نقص وعجز في الخامات، وبالتالي هيأثر في الكوست وهيأثر في الكواليتي وهيأثر في الدليفري تايم. الثلاث محاور دولت مهمين جدا لأي عميل لما بيجي يشتغل مع اي شركة. لو انا قدرت ان انا احافظ عليهم واسلمهم على اكمل وجه فبالتالي العميل ده هفضل احافظ عليه والريبيوتيشن بتاعت الشركه هتبدا تعلى معايا. ايه بقى الحاجات المهمه في بدايه اي مشروع؟ اول حاجه محتاج ان انا اتاكد من الدليفري والسبيكس، وبعد كده محتاج ان انا ابدا اجهز واظبط البي باب، وبعد كده محتاج ان انا ابدا اجهز جيجات عشان عمليات التصنيع، واخر حاجه وهي الباكجينج كارد. تعالى ابدا اكلمك عن كل حاجه كده بتفصيل شويه. طبعا كل الحاجات دي في الاخر هترفلكت على البروتوتايب فاليديشن. يعني ايه بروتوتايب فاليديشن؟ يعني السامبل اللي حضرتك عملتها دلوقتي تقدر تفلدها مع العميل بشكل سموث خالص، مفيش اي مشكله ممكن تواجهك. اول حاجه وهي الدليفري والسبيكس. لو انا هكلمك عن الدليفري فمهم جدا انك تعرف حاجتين مهمين. اول حاجه وهي ان انت محتاج تحدد ديتس، وتاني حاجه محتاج تحدد طريقه شحن المنتج اللي انت هتصنعه. طب الديتس بالنسبه لي هتنقسم الى ايه؟ حاجات مهمه قوي زي مثلا الكواليتي دوكيومنتس فاليديشن. اول حاجه محتاج ان انا احدد تواريخ للكواليتي دوكيومنتس، كل الوثائق وكل الملفات المتعلقه بجوده المشروع، ودي كلها بتبقى موجوده جوه حاجه اسمها بي باب اللي انا هتكلم عنها في الجزء الثاني ان شاء الله. تاني حاجه محتاج ان انا احدد ديتس ليها وهي الاوبريشنز، والاوبريشنز دايما العميل بيحتاج يشوف البروجرس بتاعها، ومحتاج احدد ان انا مع العميل هبعت الكلام ده كله كل اسبوع ولا كل اسبوعين. دي نقط مهمه جدا لان الاوبريشن العميل بيطمن يشوف البروتوتايب والسامبل بتاعته فين، خايف لا يكون المشروع هيتاخر عندك فبالتالي ياخد اكشن. تالت نقطة بقى وهي البروتوتايب فاليديشن، وده بحدد فيه التاريخ اللي انا هبعت لك فيه السامبل، وبناء عليه هاخد منك الجرين لايت عشان ابدا الماس برودكشن. طب بالنسبة للشحن، طريقة الشحن مهمة جدا في التعريف بينك وبين العميل. طبعا لو انا المنتج عندي حجمه كبير او حجمه صغير هيفرق في طريقة الشحن، ولكن اول طريقة موجودة عندي وهي الاير شيبمنت، وهي طريقه شحن عن طريق ان انا اشحن البرودكت بتاعي في طياره، وبناء عليها يبقى ليه تكلفه معينه، او ان انا اشحن المنتج بتاعي لو المنتج بتاعي كبير ومش هينفع يتحط في طياره فاقدر ان انا اشحنه عن طريق البحر، وبالتالي هيبقى فيه كونتينر وهيبقى فيه حاجات مختلفه شويه. طب لو انا عندي بقى شحن سريع وعندي بارت انا متاخر فيه ومحتاج ان انا ابعته بسرعه للعميل، فبالتالي هروح للدي اتش ال عشان اقدر اشحن المنتج بتاعي، ولكن في الاخر هي معتمده على حجم المنتج. يعني لو كابينه زي دي طبعا دي حجمها كبير، فبالتالي افضل حاجه ليها هتبقى السي شيبمنت عشان نقدر ان احنا نبعت كميات كبيره وفي نفس الوقت نقدر نحافظ على الكوست. ولكن طريقه الشحن دي بيحددها العميل مع شركتك عشان تقدروا ان انتوا تشوفوا الكوست المناسبه ليها. بعد كده هبدا اتكلم عن السبيكس. مهم جدا بيني وبين العميل ان انا اعرف السبيسيفيكيشن بتاعه البرودكت، وفي السبيكس محتاج ان انا احدد حاجتين مهمين. اول حاجه وهي الفانكشن والتوليرنسز، وظيفه كل بارت موجوده جوه البرودكت ايه، بناء عليها هبدا ان انا ابني عمليه التصنيع بشكل سلس جدا ما يبقاش فيه اي عمليات معقده. وفي نفس الوقت برضو محتاج ان انا احدد مع العميل التجاوزات المطلوبه، وايه الحاجات اللي فيها سماحيه عاليه وايه الحاجات اللي بتبقى تايت قوي ومهمه جدا. يعني تخيل لو في حاجه ليها علاقه بالالاينمنت، لو انا بركب شافت، لو انا بستخدم كلاتش بوكس، لازم اركز قوي في التولرنس المحطوطه لانها بتبقى تايت، وبناء عليها ببدا احدد عمليات التصنيع. طب تاني حاجه في السبيكس محتاج ان انا احددها مع العميل وهي الاكسبتنس كرايتيريا. ايه المعايير اللي انت هتقبل بيها البرودكت؟ لازم انا وانت نكون لابسين نفس النضاره عشان ما بقاش انا شغال في وادي وانت في الاخر تستلم البرودكت بتاعك او البروتوتايب وفي الاخر تقول لي لا ده في مشكله في الكواليتي، في مشكله في الابعاد، ايا كان. لو انا هاجي اتكلم عن الفانكشن والتولرنسز فهي فيها بعض البنود الرئيسيه. اول حاجه الاسمبلي كومبوننتس، لازم اتاكد ان انا فاهم الفانكشن بتاعه البرودكت والايتمز عشان اقدر اعمل اسمبلي بشكل سلس جدا. تاني حاجه وهي السيفتي وايز، يعني لو انا مثلا عملت عمليه تقطيع على البانش فالبانش ممكن يطلع رايش لو خامه مثلا سمكها عالي شويه. طب هل الرايش ده اقدر ان انا اسيبه عادي ولا انا محتاج ان انا اضيف اوبريشن جديده وهي ان هي تشيل الرايش من عمليه التقطيع؟ طبعا عمليه التقطيع هنا لو الرايش ده موجود فممكن يبقى سيفت وايز، لان العميل نبهني ان قال لي البارت ده هيبقى فيه تلامس ما بينه وما بين العميل بتاعه، بالتالي لازم اشيل الرايش وبعض الامور المختلفه المتعلقه بالسيفتي.
لكن في الاخر مهم جدا ان انا اعرف الايتمز المتعلقه بالسيفتي. يعني مثلا ساعات عميل يجيب لك بروجكت عامل فيه اوبلونجات او عامل فيه مثلا امبوسنج او عامل فيه حاجات عاليه في سطح المنتج عشان يمنع السلايدنج، مثلا حد هيمشي عليه فهو خايف ان الاوبريتورز يمشوا على المنتج ده فيحصل مثلا سلايدنج فيبقى فيه مشكله في السيفتي. فانا محتاج ان انا اركز دايما على الارتفاع بتاع الامبوسنج ده عشان اقدر اطمن دايما ان فعلا بحقق الفانكشن بتاعه العميل. ثالث حاجه مهمه عندي وهي الانفايرمنت يعني البيئه او المكان اللي هيتحط فيه البرودكت. يعني مثلا لو العميل هياخد البرودكت ده يحطه جوه مكان قريب من بحر هيبقى ليه سبيكس معينه، لو هياخد البرودكت او يحطه في صحراء هيبقى ليه سبيكس ثانيه خالص، هيبقى في حاجه اسمها اوت دور او ان دور. ايا كان مهم جدا اعرف الانفايرمنت انت البرودكت بتاعك هتستخدمه في ايه. فبالتالي انا كده قدرت ان انا اعرف الفانكشن، حددت الاسمبلي كومبوننتس، عرفت السيفتي وايز بالنسبه لك عامله ازاي، وعرفت كمان الانفايرمنت البرودكت هيبقى فيها. تاني حاجه مهمه هي الاكسبتنس كرايتيريا، وهي المعايير بتاعه الجوده او قبول المنتج. اول حاجه محتاج ان انا اعمل حاجه اسمها سيرفيس ليفل، لازم اقسم البرودكت بتاعي لحاجه اسمها انتيريور واكستيريور، اجزاء داخليه واجزاء خارجيه، والليفل بتاع الاجزاء الداخليه غير الاجزاء الخارجيه، وبناء عليه ببدا احدد الكرايتيريا مع العميل. تاني حاجه محتاج ان انا احدد الابييرنس، مستوى الابييرنس اللي انت محتاجه ايه، لان طبعا منتج زي ده ممكن يتعرض ليه بينتنج الكتروستاتيك او انامل، او ممكن يبقى مجالفين وبالتالي يبقى عندي السكرتشات ليها ليميت معين، الدنس ليها ليميت معين، كل العيوب اللي ممكن تظهر في الجوده بيبقى لازم يبقى ليها ليميت، والليميت ده لازم يتحدد مع العميل. ثالث حاجه وهي الريسبشن كنترول، ودي من اهم النقط اللي لازم احددها مع العميل. انت هتستلم البرودكت هتقيسه ازاي وهتبص على ايه، كل المعايير اللي انت هتبص عليها لازم تنقلها لي عشان ابدا ان انا اطبقها على ارض الواقع، وبالتالي لما اجي اعمل البروتوتايب وابعته لك في الاخر ما الاقيش ان انت بعته لي بديفكت. بعد كده نيجي بقى للجزئيه المهمه جدا وهي البي باب. اول حاجه يعني ايه بي باب اصلا؟ هي برودكشن بارت ابروفال بروسيس، والبرودكشن بارت ابروفال بروسيس بتنقسم الى بعض البنود، لكن خليني اول حاجه اسال نفسي سؤال، ليه استخدم البي باب؟ البي باب بتظبط حاجتين مهمين جدا في الصناعه. اول حاجه بتظبط الكوست، يعني بناء على البي باب بتفق مع العميل فعلا الكوست تبقى قريبه من الاكيورسي قد ايه، يعني انا بقرب على قد ما اقدر للتكلفه الحقيقيه للمشروع. تاني حاجه بتظبطها البي باب هي الكواليتي، بتاكد دايما ان انا اقدر احافظ على الكواليتي ليفل بتاعه المشروع. طب ايه بقى الاليمنتس بتاعه البي باب؟ اول حاجه عندي وهي الديزاين. طبعا انا باخد رسومات من العميل، سواء واخد ستيب فايل واخد 3 دي ايا كان، ببدا ان انا احول الحاجات دي كلها ل 2 دي دروينج عشان اقدر ان انا اصنعها، وبعد كده زي الرسمه اللي قدامي دي ببدا ان انا احط انوتيشنز واشوف الابعاد اللي انا هبدا احطها في البروسيس كنترول. لو انت ما شفتش محاضره الانجينيرنج ورك فلو مهم جدا انك ترجع لها وتشوفها، هتلاقيها على قناتي على اليوتيوب. طيب تاني حاجه موجوده في البي باب وهي التشينج دوكيمنت. طبعا لو انا عندي البرودكت بتاعي نزلته الورشه او نزلته المصنع عشان يبدا يتصنع، فبالتالي عندي ممكن يرجع لي تاني ويبقى في مشاكل في الجوده، لازم اعمل له اندكس جديد. الاندكس الجديد ده لازم يرجع للعميل واعرفه ان انا غيرت اندكس بسبب تعديل 1 2 3، فلازم يكون جوه البي باب حاجه اسمها تشينج دوكيمنت. طب بعد كده بيبقى في حاجه اسمها كاستمر ابروفال، وفي ديفيميا وبيفيميا. طب اول حاجه الكاستمر ابروفال، طبعا لما انا اكون بعدل الاندكس لازم استقبل موافقه من العميل بتعديل الاندكس ده، والحاجات دي كلها بتبقى موثقه موجوده جوه البي باب. طب بالنسبه بقى للديفيميا والبيفيميا، الديفيميا هي اختصار ديزاين فيلير مود افكت اناليسيز، والبيفيميا هي بروسيس فيلير مود افكت اناليسيز. طب الديفيميا ديزاين فيلير مود افكت اناليسيز بملخص كده، انا باخد كل المخاطر اللي موجوده عندي في الديزاين وببدا ان انا احطها جوه اكسل او دوكيمنت، وببدا ان انا احطها جوه البي باب. ليه؟ الكاستمر بيطمن ان انت وانت بتعمل ديزاين بتبقى بتعمل كنترول على كل المخاطر اللي موجوده اثناء التصميم. نفس الموضوع في البروسيس فيلير مود افكت اناليسيز، وهو ان انا بتحكم في كل البارامترز بتاعه الاوبريشنز وبتاعه البروسيس عندي. طب بعد كده بيبقى في حاجه ليها علاقه بالبروسيس فلو، العميل محتاج ان هو يشوف دايما البروسيس فلو بالمنظر ده كده. ببدا ان انا احط كل الاوبريشنز بشكل كده دياجرام عشان يبقى واضح للعميل. لو انا مثلا عندي كاتنج ويلدنج بيندنج اسمبلي، عندي في دريلنج، عندي في ثريدنج، ايا كان بتبدا ان انت توضحها للعميل عشان يبقى متابع معاك كل الاوبريشنز بتاعه التصنيع. بعد كده بيظهر عندي الكواليتي كنترول بلان، وهي اختصارها كيو سي بي، كواليتي كنترول بلان. ببدا اعمل دوكيمنت بيتحكم فيه كل العناصر بتاعه الاوبريشن، وبحط فيها السامبل بلان، وبحط فيها في حاله الايزوليشن، وبحط فيها في حاله لو انا لقيت ديفكتس هعمل ايه. كل الحاجات دي بتظهر جوه الكواليتي كنترول بلان. واخر حاجه بتبقى موجوده معايا وهي الدايمنشنال
results، وهي دي البروسيس كنترول دوكيمنت، ودي برضو هتلاقيها في محاضره الانجينيرنج ورك فلو شكلها عامل ازاي، ودي نقط المهمه والرئيسيه اللي موجوده في البي باب. ممكن يكون في حاجات تانية على حسب طلب العميل، ولكن دي الحاجات الرئيسيه اللي دايما موجوده في البي باب. طب اخر حاجه موجوده معايا بقى وهو السؤال امتى استخدم البي باب؟ بستخدمها في مرحله الكوتنج بروسيس. اي عميل لما بيجيب لك مشروع بيبقى فيه مرحله كده اسمها RFQ، وهي ريكويست فور كوتيشن. ريكويست فور كوتيشن بناء على الRFQ ده اقدر ان انا اقول ان انت فعلا تاخد المشروع ولا لا. بيبقى حاطط فيه الكوست، حاطط فيه كل الحاجات دي اللي ليها علاقه بالبي باب، اللي ليها علاقه بالكواليتي ليفل، اللي ليها علاقه بكل الدوكيومنتس المتعلقه بالمشروع. بتبقى في مرحله الكوتنج بروسيس، ودي قبل استلام المشروع اصلا. فالRFQ مهم جدا ان يبقى معاه برضو البي باب ومعاه كل الحاجات دي عشان تقدر ان انت تاخد المشروع من العميل. بعد كده هبدا ان انا اكلمك عن الجيجات. ما ينفعش انزل المشروع بتاعي الا وانا عامل ديزاين للجيجات. الجيجات بتبقى حاجات بتستخدم للعمليات التصنيع عشان تساعد في التحكم في الابعاد والكواليتي، وتقدر ان انت تصنع المنتج اكوردنج للسبيكس بتاع العميل. اول عمليه عندنا بنعمل لها جيجات وهي عمليه التنايه. يعني مثلا على سبيل المثال لو انا عندي منتج واخد كيرف بالشكل ده، فانا محتاج ان انا اثبته، مش هعرف اثبته على نقطه ثابته على الستوبر بتاع البريس بريك. طبعا محتاج ان انا اعمل جيج واخد نفس الشكل بحيث ان هو يبقى عامل زي الضاي كده واريح عليه او ان انا اسند عليه المنتج بتاعي. تاني عندي اوبريشن بيستخدم لها جيجات، وطبعا اللحام. الشكل ده معقد ما تتخضش منه، ده شكل طبيعي هتلاقيه في كل المصانع بتاعت الشيت ميتال، لان انت بتجمع المنتج عليه وبتحطه جوه البلوكات اللي موجوده في الجيج ده، وبعد كده بتشنكر على البرودكت وتتاكد ان انت قافل عليه كويس قبل اللحام. لان اللحام لو انت لحمت والدايمنشنز في الاخر طلعت مش مظبوطه، المنتج بيترمي وبالتالي هيبقى هالك عندك. بعد كده في عندي جيجات بتتعمل للاسمبل، ودي بقى نقط مهمه جدا، والتفاصيل دي بتخلي العميل بيبقى مستاء قوي. تخيل لو انت وردت البرودكت بتاعك وكان في بعض الكومبوننتس الصغيره محتاج ان انت تجمعها في المنتج ده عشان تبدا تديها للعميل، وفجأة لقى العميل لما بيفتح المنتجات هناك لقى الحاجات دي ناقصة انت مش جايبها، وبالتالي البروتوتايب ممكن يقف بسبب ايتم صغير قوي. عشان كده نقطة مهمة جدا ان انت لازم تعمل جيج في الاسمبلي واخد الشكل زي الشادو وول او الحاجات المتعلقة بال5S، بتحدد فيها الاشكال بتاعة الايتمز اللي انت تبدأ تجمعها وتوديها للعميل. اخر حاجة عندي بقى وجيج للهاندلنج. ساعات كده في اثناء عمليات التصنيع في النقل ما بين الاوبريشن من التنايه للحام، من اللحام للدهان، الكلام ده كله بيحصل، بيبقى عندي فيه سكراتشز للمنتج بتاعي، وفي الاخر بكتشف ان المنتج بيبقى فيه عيوب. طب اعمل ايه؟ مثلا على سبيل المثال في الهاندلنج في فكره كده ان مثلا البوكس بتاعي اللي بنقل فيه دايما اقسمه الخانات، واقسم كل خانه بتبقى واخده ليميت معين من عدد من البرودكتس، وبالتالي اقدر ان انا احافظ على ان البرودكت بتاعي لا يميل يمين ولا شمال، فبالتالي يحصل سكراتشز. لان خد بالك الصاج وهو بيتنقل دايما بيحصل احتكاك، واي احتكاك لو في ذره من الحديد او ايا كان هتعمل سكراتش في سطح المنتج، وممكن تظهر معاك بعد الدهان كمان. اخر حاجه رئيسيه معايا بقى في بدايه اي مشروع هو الباكجينج كارد. الباكجينج كارد مهم جدا ان انا لازم احدد الماتيريال بتاعتي. ايه الماتيريال اللي هستخدمها؟ هل ان انا استخدم ماتيريال بلاستيك، باليت بلاستيك او باليت خشب؟ هل ان انا استخدم كارتون بوكس وهستخدم ستريتش، ولا هستخدم جوانب بس وهخلي المنتج عادي من غير ما احطه جوه كرتون لان المنتج بتاعي كبير؟ محتاج احدد الدايمنشنز بتاعت الباليت اللي انا هستخدمها. كل الحاجات دي الداتا دي مهمه جدا للمشتريات، لان بيبقى في الغالب الناس بتهتم قوي بعمليه التصنيع وتيجي في الاخر تقف لسه ما غلفناش. طب ليه ما غلفناش؟ الماتيريال مش موجوده. طيب تاني حاجه بعد كده وهي البرودكت ليبلنج. لازم يكون عندي ليبل واضح محطوط فيه تاريخ الانتاج، محطوط فيه الريفرنس نمبر، محطوط فيه كل الكميات بتاعه المنتج بتاعي. الليبل ده مهم جدا، لو في باركود كمان يبقى افضل بكتير. الحاجات دي بتسهل جدا على العميل وبتدي سمعه كويسه وامبريشن كويس ان الشركه فاهمه شغلها بشكل كويس قوي. تالت حاجه بقى وهي الستورج والهاندلنج انستراكشنز. لازم يكون عندي تعليمات واضحه ازاي انقل المنتج من مكان لمكان، وده بيحصل في الغالب لما يكون في منتجات كبيره شويه موجوده في المصنع عندي وهنقلها من عمليه تصنيع لعمليه تصنيع تانية. ممكن استخدم مثلا مونوريل ترولي، ممكن استخدم حاجه كرين اقدر ان انا اشيل بيها. ليه؟ عشان اقدر ان انا احافظ على الفنيين عندي واقدر احافظ على جوده المنتج ما يحصلوش اي حاجه. اخيرا لازم تكون جاهز لكل حاجه، بي ريدي اول ذا تايم. لازم تكون جاهز لاي مشروع، لازم تكون فاهم ازاي تتعامل مع المشروع. خد بالك تظبيط الشغل اهم جدا من مرحله التنفيذ.
لو انت ما ظبطتش شغلك صح، لو انت ما خلصتش الدوكيومنتس المطلوبه منك صح، لو انت ما قعدتش مع التيم قبل التنفيذ، الموضوع هيبقى معقد جدا جدا جدا. بخبرتي في السوق بقول لك ان اهم حاجه فعلا عشان تنجح في اي مكان لازم يكون عندك السنس ازاي تستلم مشروع، وازاي تظبط المشروع بشكل كويس عشان ينزل يتصنع بشكل سلس، ما يبقاش فيه اي هسل في عمليات التصنيع. ولحد هنا كده يبقى المحاضرة بتاعتي انتهت، واتمنى ليك التوفيق. لو في اي استفسار ليه علاقة بالفاندمنتالز اللي احنا كنا بنتكلم عليها ابعت لي في الكومنتات، واستناني ان شاء الله في المحاضرة اللي جاية.